السلام عليكم، ازيكم؟ انا هقول لك دلوقتي روشتة اليوتيوب. يعني ايه روشتة اليوتيوب؟ يعني كل القنوات اللي ممكن تفيدك او كل الشانلز اللي ممكن تفيدك على اليوتيوب، لو انت بقى في اي سن، لو انت لسه خريج ثانويه عامه، لو انت في جامعه، لو انت الكلام ده كله، هقول لك كل الحاجات اللي تعرف تعلمك كويس وتخليك تعمل فلوس كويس. اول حاجه ولازم تفهموا ان ده كونسبت مهم جدا، هي الكتب. انا مش هخليك بقى تقرا كتب، بغض النظر انك ممكن تجيب بوكلت وتاخد 45 كتاب ملخصين وزي الفل. انا هقول لك دلوقتي قنوات عليها ملخصات كتب يعني بالمئات. على فكره كل اللي انا هقوله لك ده اقسم بالله ما اعلانات. الحاجات دي انا بتابعها بشكل شخصي وتابعها بقالي سنين. عندك مايكل راشد الزتونه، قناه الزتونه، وعندك اخضر، وعندك اوديو لابي، وعندك اوديو تاب، وعندك جيل يقرأ، وعندك انت مبدع، عندك كتاب في الخمسينة، وعندك نتعلم، وعندك فكر النخبة. ضيف عليهم بقى العلم بالمعلقة، وطبعا شارع العلوم، وطبعا الدحيح. ده يعني ده الدحيح بالنسبة لنا انترتينمنت، احنا بناكله اصلا، يعني بنتفرج على الدحيح واحنا بناكل. دي الحاجات كده الخاصة بالجانب بتاع الكتب والكلام ده كله. طيب انت راجل بتسوق مثلا، او انت راجل بتحب تسمع حاجات كتير في ودنك وانت ماشي في الشارع والكلام ده كله، انت عندك شوية بودكاستس كده جميلة قوي قوي قوي. يعني عندك اي بي توكس طبعا، انس بوخش، السليبرتيز اللي على مستوى الوطن العربي والعالم، هتلاقي قصص نجاحهم وقصص حياتهم، ودي حاجه تبقى ملهمه ليك ان انت لو عندك حلم تفهم الناس دي خطواتها كانت ماشيه ازاي. الجانب بقى بتاع البيزنس، يعني الناس اللي عايز تتعلم بيزنس وتتعلم شغل وتفكير يعني، وحاجات ابداعيه وحاجات كده، عندك قناه اسمها بيزنس ثريدز او بيزنس ترندز. وعندك طبعا اذاعه 8. عندك مدينه مصر ابتدوا يعملوا محتوى على اليوتيوب، محتوى كويس. وعندك سندوتش ورقي. عندك كمان احمد ابو زيد، دروس اونلاين. احمد ابو زيد المحتوى بتاعه متغير، يعني هو بيشتغل على الانتاجيه، وبعدين كان بيشتغل كورسات زمان وانجليزي وحاجات كده. انت يعني لو انت طالب هو ده مفيد ليك جدا. لو انت شخص بقى بتتابع السياسه والاخبار والحاجات دي، انا هقول لك شويه حاجات تفهمك العالم كله ماشي ازاي حرفيا. عندك تشانل زي كتاب ما بيقول، وعندك تشانل تانية اسمها سمري بتاعت محمد ممدوح، عندك كريم حنفي برضو بيجيب لك اخبار، وطبعا عندك كمان الوعي نور بتاعت محمد نور. لو انت بقى راجل بقى عايز تعرف الاخبار الاقتصاديه على مستوى العالم، عندك قناه اسمها 50 اقتصاد. طبعا يعني لا نجهل المخبر الاقتصادي اشرف ابراهيم، وطبعا مصطفى الصعيدي. لو انت بقى حابب تفهم اكتر عن علم النفس وعن الطاقه وازاي توصل لسلام نفسي كده معين، عندك طبعا احمد عماره، دكتور احمد عماره، وعندك دكتور صلاح الراشد. جانب بقى اللي هو الفني شويه، اللي هو الناس اللي هي بتجيب لك حاجات لايت كده، انترتينمنت لذيذه، البلاتفورم وبيس كيك طبعا، والحاجات اللي هي اللذيذه دي الفاني دي اللي تقعد تضحك عليها شويه. لو انت طالب، هو دلوقتي الاكسل بقى في حياتنا كلها تقريبا. فالاكسل اشطر واحد بيقدم محتوى عن الاكسل وتبس وتريكس هو محمد العسال. وعايز برنامج بيتكلم دينيا بشكل كويس وهادي ولذيذ وشبابي، طبعا مصطفى حسني. يعني بكل بقى من قديم الازل مصطفى حسني ده بتشغله كل يوم عادي. لو انت شغال في تصوير وحابب تعمل ايديت للصور، طبعا بيتر ماكينن ده الماستر، يعني الاسطوره في العالم. الناس بقى اللي حابه تتعلم برمجه، عندك الزيرو ويب سكول، وعندك كودزيلا، وعندك شانل تانية صديق رشحها لي اسمها برمج من البرمجه. حابب اقول بقى حاجه لكل الناس اللي هتتعلم اي حاجه انت تعلمها، ولكن لازم تبقى فاهم شات جي بي تي والبرامج بتاعت الذكاء الاصطناعي بتعمل ايه. يعني انت دلوقتي بقى في برامج اصلا مش لازم تتعلم برمجه، بقى في برامج تطلب منها الكود عادي. وعندك لو انت بتتعلم برمجه اصلا، في حاجه اسمها ستاك اوفر فلو، انت بتحط او جيت هاب بتحط عليه السؤال او الكود او الحاجه اللي انت عايزها توصلك، والدنيا جميله خالص لو انت شغال في البرمجه. يعني اخر نصيحه، شات جي بي تي ممكن يفيدك تعمل اي حاجه. تطلب منه خطه تسويقيه هيكتبها لك، تطلب منه ازاي تعمل برزنتيشن هيقول لك الخطوات، تطلب منه ازاي تعمل كنافه نابلسيه هيقول لك كل حاجه ممكن تتخيلها هتلاقيها في شات جي بي تي. بالنسبه لشات جي بي تي، عشان خاطر انا عارف انه مدفوع، ممكن تنزل ابلكيشن اسمه بي فور بن او اي، ده عليه اكتر من ذكاء اصطناعي. ممكن ان هو يساعدك انت لما تكتب الحاجه، هو بيرشح لك الاجابات المتوسطه بين الناس كلها، وانت ساعتها تقدر تختار الاجابه الانسب لك في حياتك. الميزه طبعا بتاعه الذكاء الاصطناعي والكلام ده ان هو محاكي الانسان، فانت تقدر تتكلم معاه تقول له لا مش فاهم وضح لي اكتر، بايا كان اللغه اللي انت هتكلمه بيها هو هيرد عليك بنفس الطريقه. طبعا في نصيحه في الاخر، كل يؤخذ منه ويرد، يعني دي انا بقول لك الاكسبيرينس بتاعتي. فانت شوف الكلام ده اللي نافع معاك جربه. ممكن ناس ما تعجبكش من اللي انا اخترتها او من اللي انا قلتها،
تشوف الناس اللي تعجبك والطريقه اللي تعجبك. انت في الاول في الاخر ده قرارك وانت حر نفسك. دي كل قنوات اليوتيوب اللي تقدر تفيدك ايا كان المجال اللي انت فيه. انت لازم في اي مجال او اي بيزنس لازم تفهم الناس اللي نجحت ازاي، لازم تفهم ثقافه الناس الناجحه. عشان كده قلت لك ايه بيتوكس فيها السليبرتيز، وازاي المينتاليتي بتاعتهم، المايند سيت بتاعهم، ازاي بيكونوا بيفكروا، بيتعاملوا ازاي في حياتهم، مسار حياتهم نفسه. لان هو السوشيال ميديا او الميديا عموما بتقدم اللي هم عايزين يقدموه، لكن حياه الانسان كانسان انت لازم تفهم الشخص ده. الكتب، المحتوى بتاع الكتب بيفيدك لان انت بتاخد ملخص حياه بني ادم او بتاخد تجربه بني ادم في شويه ورق. الفيديو بقى اللي بيتعرض لك هو بيبقى الورق، وبيبقى حد بيعمل سكتش كده عشان يلعب على فكره المايند مابس عشان تفضل المعلومه ثابته في دماغك تقدر تراجعها. وفي الاخر ممكن تاخد ملخص الكتاب سكرين شوت كده للورقه عشان لما تحب تراجع الكتاب تراجعه بسرعه جدا. الجانب بتاع الاقتصاد العالمي او فكر البيزنس لازم طبعا تشوف البودكاست بتاعت الناس اللي نجحت بقى وعملت اساطير بقى على مستوى العالم. فده اعتقد هتلاقي اذاعه 8 هتلاقي فيها بودكاست عن البيزنس، وهتلاقي فيها فنجان ده جميل قوي 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 قوي. وده كان فيه اصلا حلقه جابت حوالي 20 مليون فيو بتاع الدكتور كده اتكلم عن العلاقات. كل قنوات اليوتيوب اللي هتفيدك ايا كان سنك. لو انت كبير في السن فانت هتفهم اقتصاد العالم والدنيا ماشيه ازاي، وهتفهم كمان سيكولوجيه المال، تعرف ازاي تتحرك وتستثمر وكل الكلام ده. لو انت طالب في الجامعه فانت هيفيدك طبعا الكتب والمايند سيت اللي انت هتذاكره، وهتشوف الناس اللي نجحت ازاي وهتعرف تطور من نفسك ازاي وكل الستبس اللي ممكن تعدي بيها. لو انت شخص بتشتغل فانت محتاج تطور من نفسك طول الوقت، عشان لو انت مش بتتطور فانت بترجع لورا مش ثابت، لان الناس كلها بتتطور حواليك. واخيرا وليس اخرا، فكروا في كل حاجه انا قلتها. خلاصه سنين على اليوتيوب وتقريبا دي الشانلز كلها اللي انا بتابعها. شكرا.